بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد نبينا وحبيبنا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا بقالي يومين ما عملتش الفيديو، بس معلش هو ظروفي زي ما انتوا عارفين، ببقى مشغولة، ما بعرفش كل يوم ان انا انزل فيديو. النهاردة ان شاء الله جاي لكم بطريقة حلوة قوي، عشان خاطر اي واحدة ست، يعني اي ست عندها في البيت طاقة سلبية، هي وجوزها في مشاكل، هي وعيالها في مشاكل، في مثلا مثلا شوية مشاكل في شغل جوزها، مشاكل في شغلها، في البيت حاجة مش مظبوطة، كل يوم خناق، مش مرتاحين، نفسيتهم تعبانة. تعالي ما اقولك على طريقة حلوة تضيع كل الكلام ده ان شاء الله، وكل حاجة بمشيئة ربنا اولا واخرا. بس ده ان شاء الله هيقلل عندك، هيخلي مفيش طاقة سلبية في البيت خالص. واحنا عارفين ان الطاقة السلبية هي اساس كل شيء يا جماعة، هي اللي بتخلي فيه خناقات، فيه مشاحنات، فيه عدم راحة في البيت، عدم اتفاق ما بين اهل البيت. تعالي اقولك على حاجة حلوة تعمليها في البيت، وفي نفس الوقت تحفظ بيتك وتحفظك وبركة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تشيلي اي طاقة سلبية عنك وعن اولادك وعن بيتك وعن جوزك. يلا يا حبايبي تعالوا معايا، وما تنسونيش في الاول، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس، تشيروا الفيديو بتاعي. ويا ريت كل يدخل على القناة ويشوف الفيديو يا جماعة، يعلق لي يقول رأيه ايه في الطريقة بتاعتنا النهاردة. يلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا دلوقتي ده ملح خشن. الملح الخشن ده يا جماعة جميل جميل جميل، من الحاجات اللي حلوة جدا بجد. تستعمليه في البيت وانت بتسيقي البيت، يعني وانت بتمسحي البيت بالمية، حطيه في المية، والله العظيم بيشيل الطاقة السلبية، وكمان بيخلي البيت جميل. بتحسي براحة بنفسية بعد ما بتخلصي خالص، بعد ما تمسحي شقتك بتحسي بالراحة النفسية. فصدقيني ده الملح الخشن ده آه، مفعوله جبار ومفعوله سحري. استعمليه في اي حاجة، يعني في المية وانت بتمسحي البيت، دوبيه في شوية مية واقرا عليها قرآن ورش بيه البيت. يعني الملح ده لو انت حطيتيه في المية ودوبتيه وقرأت عليه سورة ياسين وسورة الدخان وسورة الحديد و... وآخر 10 آيات من سورة البقرة، ورشيتي بيه البيت، صدقيني صدقيني والله ما في حاجة هتصيبك بمشيئة ربنا. في الأول وفي الآخر هو ربنا هو اللي قادر على كل شيء. ما فيش أي حاجة هتصيبك ولا هتصيب بيتك ولا هتصيب عيالك من أي سوء ولا أي شر إن شاء الله، وهتبعد عنك أي حاجة. ويا جماعة ده تحصين، ده تحصين ومفهوش حاجة، ومفهوش مثلا اختراعات ولا أنا بخترع من دماغي، لا ده حقيقي وأنا واصفة ومجرباها والحمد لله. الحمد لله. والله أنا في أي وقت بعمل الوصفة دي، او ان انا بعمل بس الملح ومقروء عليه قرآن و... تعالي يا حبايبي زي ما احنا شفنا دلوقتي من شوية، احنا حطينا الملح الخشن زي ما احنا شفنا اهوت، وزيت الماء ورد والخل، وقلبناه في بعض. وزي ما انا قلت لكم، ما تيجي تحطيه هتحطيه مباشرة فين؟ مش هتحطيه كده في الاركان، لا. لو انت حابة مثلا تحطي منه في الحمام او تحطي منه في البلكونة، حطي شوية في كيس وحطيهم في ورا باب الحمام. اما في الشقة في كل ركن وكل زاوية من اركان البيت حطي شوية. طبعا احنا قلنا الكمية هتبقى كبيرة، 3 كيلو ملح خشن، ونص نص ازازة او اقل من نص ازازة الخل، ونص ازازة الزيت المورد. طبعا انت هتحطي في كل زاوية من زوايا البيت شوية شوية شوية، وسيبيهم. ما تيجي تكنسي او تمسحي ما تمسحهمش ولا تشيليهم، هم اصلا هيثبتوا هيلزقوا في الارض، فما تقلقيش. تمام. زي ما احنا شفنا مع بعض كده يا حبايبي. النهارده كانت الطريقه ازاي تخلي الطاقه السلبيه تروح من شقتك ومن بيتك ومن اولادك وجوزك واي مشاكل في بيتك. ان شاء الله ان شاء الله هتروح بعد ما تجربي الطريقه ديت. ويا ريت ما تنسونيش بالدعاء، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ودايما اذكروا ربنا وانتوا قاعدين في اي وقت وفي اي مكان. وما تنسونوش يا حبايبي في تفعلوا الجرس والاشتراك وتعملوا سبسكرايب، وان انتوا تفعلوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها.
ويا رب ما تنسونيش بالدعاء، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جاي باذن الله. وهجيب لكم طريقة جديدة برضو ان شاء الله تجربوها، ودي كانت طريقتنا النهاردة باذن الله. يلا مع السلامة، ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله، وتكونوا دايما كويسين. على الفيديو الجاي، السلام عليكم.